مساء الخير عليكم حبايبي. النهاردة طاقة جديدة، طاقة الشريك وبيفكر في ايه وايه نواياه من ناحيتك. حطي دلوقتي شخص في بالك وتعالي اقولك كل المشاعر بتاعته. هو بيفكر في ايه، هيفكر في ايه بعد كده، وايه نواياه، وهل بيحب ولا لا. ولو طاقة حبيب مبتعد، لو بينك وبين الشريك بعد، تعالي اقولك بالودع النهاردة الطاقة هتتفتح معاكي، والشريك هيفكر يرجع تاني ولا خلاص كده ابتدى ينسى وابتدى ان هو ينسحب. طيب لو في طرف تالت، هيبقى فيه انسحاب ليه ولا هيكون زي ما هو وخلاص طاقتك انتي اتقفلت؟ قبل ما نبدأ القراية مع بعض النهاردة، لو انت بينك وبين الشريك دوت فترة زمنية طويلة ومرة واحدة اتغير عليكي، فتأكدي ان الطاقة دي ليكي. ولو بينك وبين الشريك الأيام ديت تغير، حتى لو مش سايبين بعض، طاقة فيها كلام سلبي أو انت حاسة ان العلاقة واقفة، ما بتمشيش زي الأول، أو هو بيتلكك في معظم الوقت معاكي عشان يعمل مشكلة أو يعمل خناقة، فتأكدي إن القراية دي برضو ليكي. حطي الشخص في بالك، قرري اسمه في دماغك، وتعالي اربطي الطاقة بالمتابعة معايا. وتعالي نفتح النهاردة بطاقة الودع، نقول بسم الله. طاقة الشريك اللي في بالك النهاردة اللي نزلت واضحة جدا. الشريك متغير فعلا بقاله فترة معاكي، بس مش بسبب وجود طرف تالت. وجود الطرف التالت ده هنمحيه او هنسيبه دلوقتي خالص، لان مش ده اللي مخلي الشريك زعلان او مبتعد عنك. في هنا طاقة للشريك مل من الطاقة، او حاسس ان انتي مش فاهماه، حاسس ان انت طول الوقت بتديله نصايح وشوية بتيجي عليه. يعني بمعنى اصح، لما بيكون في وقت كويس او في وقت بينكم كويس، انت بتكوني قلبة الطاقة او بتزعليه او بتعملي طاقة خناقة او بتعملي طاقة اسئلة عن الحاضر، وهو لسه بيتكلم معاكي عن الطاقة الحالية. يعني بتسأليه عن طاقة زواج، بتسأليه عن طاقة هنعمل ايه في مستقبلنا، هنعمل ايه في اللي جاي. بتفضلي تتفاعلي معاه بحاجات للمستقبل غير اللي موجودة. طيب طاقة الشريك هنا واضحة جدا ان هو معاكي بقاله فترة، وان هو حاسس ان انتوا عديتوا بمراحل كتيرة، لكن برضو انت مش فاهماه. وهنا بتأكد معاكي عشان تعرفي ان الطاقة دي ليكي انت، كأن في هنا حاجة مكسورة بينك وبين الشخص ده، ودي حاجة انت مريتي بيها بعدم ثقة مع الشخص ده. لإما هو ما كانش داخل العلاقة في الأول جد، أو حصل ان انت اكتشفتي خيانة أو اكتشفتي كذب عليكي بأي شكل من الأشكال، عشان كده ابتديتي تحسي ان مفيش ثقة بينك وبين الشخص ده، أو بينك وبين الشريك. طيب الطاقة هنا بتأكد ان الشريك لسه عنده بيبان ولسه عنده طريق معاكي، بس الطريق معكوس شوية. والعكسة بتاعة الطريق ده بيقول ان في خلاف مع الاهل، او اللي الشريك دوت مش عارف يصارح الاهل. طاقة هنا بتأكد ان الشريك ده لسه ما قالش لأهله، او ان الأهل رافضين او مش موافقين لسه عليكي، لان الطريق اللي انتوا ماشيينه مع بعض برضو معكوس او مش مفتوح ليكي جدا. طيب نوايا الشريك دوت، هو ما بيفكرش في الارتباط الجدي لانه عنده ظروف او عنده ماديات طول الوقت. بس هنا بتأكد ان الطاقة فيها حب، فيها تنغم، لكن حصل فيها نوع من انواع الملل. حس مرة واحدة ان كأن في ملل، كأن في امور اتلخبطت، كأن في ظروف مش احسن حاجة، فابتدى يتراجع شوية عن الطاقة بتاعتك. ما بقاش زي الاول، ما بقاش يديكي حب زي الاول. انت عارفة برج وعارفة اسم الشريك، وعارفة ان الطاقة دي ليكي، وان انت كل كلمة بتسمعيها النهاردة ليكي بالتأكيد
الطاقة دي. مش صدفة ان انت تشوفي الطاقة دي، هي الوضع هنا بيحذرك من حاجة. الوضع هنا بيحذرك ان انت اتعلقتي زيادة عن اللزوم بالشخص ده، وان الشخص هنا بيعرف ازاي يفرمل طاقته. ثور او اسد او جدي او دلو او سرطان وميزان، دي اكتر الابراج اللي ظاهرة معايا النهاردة، دي ابراج الشريك. ينطبق على ابراج تانية بس دولت اللي ظاهرين اكتر في الطباع بتاعهم. طيب الشريك هنا هياخد خطوة الرجوع. الشريك هنا بيفكر في خطوة الرجوع معاكي، بس عايز علاقة جديدة، عايز يحس ان هو مش نفس العلاقة القديمة، مش عايز يحس بالتعب والإرهاق وعدم الفهم اللي بينك وبينه. الشريك حاسس ان انت قلقانة منه طول الوقت، او ما بتدهوش الحب او الصدق طول الوقت، لان انت خايفة منه وخايفة فيما قادم، حاسة ان القادم بتاعكم مش احسن حاجة. طيب خليني اقولك كمان ان الشريك هنا بيفكر لو في راحة، او لو حس معاكي براحة، لا هيخش معاكي طاقة ايجابية وهيخش معاكي طاقة جواز. الشريك هنا بيحب ومتعلق، كل اللي في الطاقة ديت ان هو حس بشوية ملل، حتى لو هو بيكلمك بس انت حاسة بطبع جاف. فانا النهاردة هقولك كود روحاني قوي جدا تفعليه النهاردة، تكتبيه في التعليقات بعد المتابعة وبعد مشاهدة الفيديو، وبعد ما تتأكدي ان الرسالة دي ليكي. تفعيل النهاردة الكود روحاني هيرجعلك 3 ايام بالظبط. فعلي الكود واكتبي اللي انا هقولك عليه، واعملي اللي هقولك عليه في 3 ايام فقط. الشريك هيرجع يكلمك، وهيرجع احسن من الاول معاكي، وهيرجع يشيل طاقة الملل دي خالص، وهيرجع يفتح معاكي طاقة إيجابية كويسة جدا. فعلي النهاردة الكود الروحاني معايا 5246، كود روحاني هتكتبيه في التعليقات. وعايزاكي قبل ما تنامي النهاردة تقولي أنا أستحق حب قوي، أنا أستحق حب قوي، أنا أستحق حب قوي 3 مرات قبل ما تنامي. في خلال ال3 أيام تعملي تكتبي الكود أو تكرري الكود 5246، 5246، أنا أستحق حب قوي. كرريها 3 أيام وانت واثقة ان الشريك هيرجع معاكي كويس، وهيرجع تاني يفتحلك طاقة إيجابية، وهيرجع تاني بحب كويس جدا. طيب لو هتسأليني عن العواقب اللي ظهرت، هي ظهرت ان هي فيها حل. يعني لو في شريك هنا الأهل رافضين أو العلاقة بينكم مش أحسن حاجة، فهو عموما ظهر إن في حل في الطاقة دي. فما تيأسيش وما تخافيش، لأن طاقة الشريك متمسك أو بيحبك بطريقة كبيرة جدا. ما تنسيش تعملي متابعة، الاشتراك في القناة، تفعلي مع الفيديو، اكتبي التعليق عشان أتأكد إن الطاقة وصلت ليكي. اكتبي الكود 5246، فعليه كويس جدا. الكود ده روحاني عشان نشيل طاقة الملل ونبدأ نجذب الشريك تاني لينا.